السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للإخوة والأخوات، تحية طيبة لجميع المناضلين والمناضلات في المغرب وخارج المغرب. فضيحة ديال النظام المغربي، فضيحة ديال القضاء الزبالة في المغرب. وهو أن في الدول المتقدمة، كيف ما كنعرفوا كاع الناس كيعرفوا الدول المتقدمة، أن المحاكمات ما كتطولش اكثر من اسبوع لا اسبوعين وكتخرج وكيتحكم الانسان، الا الا كان طالب مثلا من المحامين للتحقيق في القضيه ولا سميتو. ولكن الا ما كان حتى شي حاجه من هذا الشيء، تتكون السرعه في الحكم. ولكن المغرب كيف ما كنعرفوا انهم ما عارفين ما يديروا. النظام المغربي، القضاء المغربي ما عارف ما يدير، لان دابا القضاء هاد الناس اللي حاطهم النظام باش يحكموا على الزفزافي والرفاق ديالو ما عارفين ما يديروا. هما تالفين لان النظام تالف. النظام ما عندوش دلائل. النظام ما كرهش انه يحكم عليهم، ولكن ما عندوش دلائل، لان العالم يشاهد هذه التمثيليه. العالم يعني جالس قدام تيشوف الاخبار اشنو غادي يوقع في المحاكمه ديال الزفزافي. وكنلقاو دابا النظام يتماطل والمخابرات يتماطلون وكل شيء كيتماطلوا باش يحاولوا يلقاو شي تهمه. دابا راه كيقلبوا البيل، على شي تهمه باش يلقاو يحطوا على الزبزاوي. وخاصه التهم اللي خاصه بالانفصال، والتهم اللي خاصه بالتموين الخارجي، والتهم ديال الخيانه. هادشي كله النظام حاول يجبدوا على الزفزافي، ولكن ما لقاوش عليه والو. مازال ما لقاو والو، لان الزفزافي في اخر المطاف خصو يخرج براءه. ولكن دابا هما كنظام، يعني نظام ريحته عطات، ونظام الخنز ديالو يعني خنز بزاف. يعني النظام بقى تيخنز حتى الريحه ديالو عطات في كل شيء العالم. القضاء، ديك الريحه ديال يعني النتانه ديال القضاء المغربي. لان هاد القضاة اللي حاطهم مثلا النظام وحاط المخابرات باش يحكموا على الزفزافي، ماشي باش يحكموا محاكمه عادله، نو، باش يلقاو التهمه، باش يحاولوا يورطوا الزفزافي. هاد التلاعبات مثلا، تصوروا ان يعني هاد المجموعه من المحامين والنيابه العامه وكذا، هاد الشيء كله تمثيليه ديال النظام المغربي. لانه بغى يلقى باي وسيله وباي طريقه، بغى يلقى تهمه على الزفزافي والاصدقاء ديالو اللي ما غاديش يلقاوها. لان الزفزافي من الاول تيخرج تيطالب، ما تيطالبش كيف ما تيقولوا، ما تيطالب تيطالب بمستشفى، تيطالب بجامعه، تيطالب بالشغل لاولاد الحسيمه، يعني ما كيطالبوش بشي حاجه اللي اكثر من هذا الشيء دابا. ولكن النظام ما غاديش يخليهم. علاش؟ لان ما عندوش، لان التظاهر حق شرعي. يعني الامم المتحده كتضمن للشعب انه يخرج يتظاهر. وواحد القضيه اخرى اللي خص المغاربه يعرفوها، راه شتي الامم المتحده راه كتضمن للشعب حق آه، حق المصير. اوكي. شنو كتعني هذه القضيه في الامم المتحده؟ ما كتعنيش الانفصال، حق تقرير المصير. دابا خاص المغاربه يعرفوا واحد القضيه، ان كاين واحد البند في الامم المتحده تيقول ان الشعب عنده الحق في تقرير المصير. شنو كتعني تقرير المصير؟ ماشي الانفصال، حق تقرير المصير. ملي الشعب تيخرج كيطالب بحق تقرير المصير، وهو ان الشعب كيبغي يقرر المصير ديالو براسو، ما كيبغيش قبل النظام. بحال كيقول تقرير المصير، ملي الشعب يطالب بتقرير المصير ماشي هي الانفصال، وهي اسقاط النظام. لان دابا الشعب المغربي ما بقاش كيشوف مثلا في هذا النظام انه صالح ليه، ما بقاش شايف مثلا في هذا النظام انه غادي يقدم ليه شي حاجه اللي غادي تخدمه. لان كنشوفوا مثلا يخرج شي مغربي يقول لي ان هذا الشيء ما كاينش. كاين الفقر، كاين الدعاره، كاين الاغتصاب الاطفال، كاين المجاعه، كاين البطاله، كاين الاميه، كاين الجهل. نشوفوا العالم القروي كذلك، شوفوا المراه كيفاش كتعاني في العالم القروي، شوفوا الرجال كيفاش كيعاني في العالم القروي، شوفوا الاطفال كيفاش يعاني في العالم القروي، شوفوا الحياه ديال الشعب المغربي كيفاش عايش. لان دابا المغرب شنو كيبغيو يديروا؟ تيبغيو يرشيو الدول الصناعيه. باش كيرشيوها؟ باش كتسكت، باش ما تبقاش تقول المغرب راه فيه المغرب ما فيهش حقوق الانسان، المغرب فيه الفقر، فيه سميت. باش كيديروا هذا الشيء؟ كيحاولوا يجيبوا الاستثمارات الخارجيه للمغرب. باش هذه كتعتبر رشوه. دابا فاش كتجيب الاستثمارات الخارجيه الدول المتقدمه، كتجيب لها المستثمر ديالها، كتجيهم للبلاد ديالك، بحال كترشي الدوله، كترشي مثلا فرنسا، وكترشي بس فرنسا ولا المانيا تضرب الطم. ما تبقاش تقول المغرب راه فيه يعني
تجاوزات ديال حقوق الانسان، ولا فيه مثلا اغتصابات لحقوق الانسان، ولا فيه مثلا اعتداءات على الاشخاص، ولا ان الناس مثلا تيعانيو بزاف ولا. هذا الشيء علاش مثلا كنشوفوا ان المغرب كيمشي كيعرض على الشركات، كيجي كيستثمر في المغرب وكيعطيهم 500 اعفاء 5 سنوات. تصوروا عباد الله مثلا شركه رون ولا شركه كاع دوك الشركات الكبار مثلا اللي كيجيو للمغرب، كتعفيهم الدوله من 5 سنوات من دفع الضرائب. تصور شركه كبيره اللي كانت بحال، انا نقول لكم واحد القضيه، مثلا ناخذوا مثلا شركه ديال لصناعه السيارات في فرنسا، كان عندها معمل في فرنسا، كانت مخدمه الناس في فرنسا، كانت مخدمه تقريبا 7000 شخص من الفرنسيين. اوكي، في هذاك المعمل كان الناس كيتخلصوا بواحد الصالير اللي عالي، واحد الصالير نقولوا حنا سيدي ديال 2 المليون في الشهر. اوكي، حنا نعطيو مثلا هذا البلافون ديال 2 المليون في الشهر. وهذوك الناس مثلا اللي كانوا خدامين في هذه الشركه كانت عندهم تغطيه صحيه، كانت عندهم امتيازات، كانت عندهم عطل، كانت عندهم بزاف الامتيازات. ورغم هذاك الشيء الشركه كانت رابحه. رغم هذا الشيء مثلا اللي كنخسروا مثلا على هاد الناس هادو، الشركه كانت رابحه لان شركه السيارات كانت رابحه، يعني منتجعه في العالم. اوكي، تصوروا مثلا هذه الشركه اللي كانت كتخلص الناس ديالها 2 المليون في الشهر، وكانت كتخسر عليهم التغطيه الصحيه، وكانت كتخلص لهم العطل، وكانت كتكلف بولادهم، وكدير لهم كل شيء. جات عندنا حنا للمغرب. اوكي، وغادي تخدم نفس هذوك الناس مثلا اللي كانوا خدامين في فرنسا 7000 شخص، غتشدهم غتخدم. واش غادي تخلص مثلا هذوك الناس مثلا اللي عايشين في المغرب تخلصهم مثلا ب2 المليون في الشهر؟ ما كنظنش. هذه اولا. هنا مثلا غادي تنقص مثلا من التكاليف ديال المعمل، من التكاليف ديال اليد العامله. هذا اولا. غادي تنقص الملاير. عرفت شنو هي الملاير؟ اللي تصوروا مثلا غادي تشد 7000 شخص، غادي تخلصهم مثلا 2 المليون في الشهر لمده سنه. شوف مثلا شحال غادي تخسر. وملي غادي تجي للمغرب غادي تشد هذوك نفس 7000 شخص اللي غادي تخدم مثلا في المغرب، غادي تخلصهم مثلا ب 250 250 شحال 2050 درهم في الشهر. كاع نقولوا حنا سيدي 4000 درهم في الشهر، ياك كتخلص 4000 درهم في الشهر. واون بليس كتعرفوا ان العامل المغربي ما عنده لا حقوق نقابيه، ما عنده لا تغطيه صحيه، ما عنده حتى شي حاجه. يعني كيجي كيخدم الى طرات شي حاجه كيجريو عليك، ما كتبقاش ما كيعرفوكش. اوكي، هنا فاش كنلقاو ان الدوله انها ما كتحميش العامل. هنا الدوله ما كتحميش العامل. دونك هنا شكون اللي كيربح؟ كتربح الشركه. وشكون اللي كيربح عاود؟ هو النظام. لان النظام ملي كيجيب هذيك الشركه تستثمر في البلاد كيرشيها باش انها تضرب الطم ما تبقاش تسكت. اون بليس كياخذ حصه من الارباح، لان النظام المغربي كنعرفوا هذه القضيه. ملي كتجي الشركه مثلا المغرب خصو ياخذ حصه من الارباح. هذا الشيء علاش انا كنقول ان هاد الشركات ملي كتجي مثلا للمغرب راه ما كتربحش المغرب، راه كتربح النظام لانه تياخذ رشوه، ولكن كتزيد الشعب فقرا، وكتزيد المشاكل، وكنزيدوا بزاف ديال سميتو. بحال مثلا ملي كنجيو كنخدموا الناس ما كنعطيوش باش كيعيشوا، كنعطيهم واحد الصالير باش كياكل. اوكي، ماشي باش كياكل باش يشبع مثلا، ولكن غير كياكل باش يبقى خدام. اوكي، هادشي علاش مثلا كنقول اشنا هي الحقوق، اشنا هي القوانين. اوكي، الناس في المغرب مثلا اشنا هو القانون، اشنا هو علاش كيخرجوا قوانين، علاش مثلا الدوله كتخرج قوانين، علاش في الدول المتقدمه كنسمعوا اشنا هو القانون. القانون وهو واحد الوثيقه كتحمي مثلا نشوفوا كتحمي الشعب، ولا كتحمي العامل من بطش الشركات، ولا من بطش الحكومه، ولا من بطش اشخاص. هذا هو القانون. هذا الشيء كنقولوا كتخرج قوانين، لان في العامل المغربي ما كاينش قوانين كتحميه. مثلا في الدول الاوروبيه، في امريكا كاينه قوانين تحمي العمال. مثلا العامل بس خصو يمشي يدخل، ها هو الصالير اللي خصك تعطيه، وشنو خصك شنو. يعني كتكون واحد الاتفاقيه قبل ما كتمشي كتخدم، كتكون عارف اشنو غادي تاخذ، وكتعرف الحقوق ديالك، وكتعرف الواجبات ديالك. ولكن حنا في المغرب نو، كنجيو كنخدموا كنقول لك عرفتي شنو، لا بغيتي تعيش واضرب الطم هاكا، خذ هاد الرزيه وقنع. ديك اللعبه ديال القناعه، خصك تقنع. يعني قنع، فهمتي؟ راك كون ما خدمناك حنا راك غادي تكون مثلا عاطل بطالي، ما غتخلص. مازال حنا غادي غندوروا معاك، مثلا غادي تجي دير واحد الخدمه غادي ندوروا معاك. هادشي اللي هكذا كيفاش كيتعامل النظام المغربي مع الشعب المغربي. بحال مثلا كيصدق علينا ديما النظام المغربي كيتعامل مع المغاربه بحال كيعطيهم الصداقه. ماشي مثلا انهم راه شعب وعندهم حقوق وعندهم قوانين، وخاص القوانين هي اللي تحميهم وكذا. نو، حنا في المغرب ما عندناش هادشي. حنا في المغرب عندنا الصداقه، ان الشعب كيتفوبر على الشعب. وتفكروا ان هذه القضيه زرعوها في المغاربه. يعني النظام المغربي المخزن زرع هذه القضيه، بروغرام الشعب المغربي. بروغرام دابا الانسان المغربي بروغرام اش تيقولوا ليه؟ اننا راه كون ما خدمتيش عندنا ما غتلقاش خدمه.
دونك خصك تقبل باي صالير غادي نعطيوك. نعطيوك مثلا 200 فرانك، نعطيوك 300 فرانك، خصك تقبل بها. راه كاين ما قبلتيش بها، راه كاين غنجيبوا شي واحد اللي غنعطيو بقل منك. هذا الشيء مثلا باش هذا الشيء علاش مثلا القوانين خصها تكون في البلاد. هذا الشيء علاش مثلا القوانين خصها مثلا تكون في البلاد، خصها تحمي مثلا العامل، وخصها تحمي الانسان، خصها تحمي المواطن. حنا ما عندناش قوانين، حنا عندنا قوانين كتحمي الشركات، عندنا قوانين كتحمي الناس اللي عندهم فلوس، عندنا قوانين الناس ديال السلطه، ولكن ما عندناش قوانين كتحمي الانسان المواطن البسيط، المواطن المغربي. هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا. وهذا هو هذا الشيء غادي نرجعوا مثلا كيف رجعوا القضيه ديال الزفزافي. ان مثلا هذه القضيه ديال المحاكمه، خرج الناس، انا كنسمع ان الزفزافي خرج تيقول لهم الا حكموا علينا بالاعدام ما تبقاوش تماطلوا. يعني الزفزافي كيقول لهم الا بغيتوا تحكموا علينا بالاعدام، ولكن غير ما تبقاوش ديروا هذه التمثيليه هذه. يعني هذا الشيء هذا هو الواقع نورمالمون. يا اما تعطي الناس الحريه ديالهم، خليهم يمشيو في حالاتهم، ولا حكم عليهم بشي حكم انت اختاره. المهم غير خصك مثلا انسان خصو يعرف راسو مثلا، باش تبقى تمثل عليه ويجيو المحامين يبقاو يغوتوا في الاخر انت تقول لهم لا وهذا الشيء غير الكذوب. وانت يعني الدوله هنايا في صراع مع راسها، وفي صراع مع الشعب، وفي صراع مع المحامين. يعني واحد الصراع اللي ما غاديش يتسالى. يعني كتعرفوا ان النظام في المغرب يعني هو التماطل. لان مثلا خص الشعب يبقى يعيش هذه التمثيليه ان شوفوا هادو اشنو داروا مثلا الناس ديال حراك الريف، راهم في الحبس، راهم كيتحاكموا. يعني خص دائما الشعب المغربي يبقى يسمع هاد الفيلم هذا، ان الناس ديال الحراك الريف راهم كيتحاكموا، راهم متابعين، شوف شنو غيديروا لهم، شنو غيديروا باش الشعب المغربي يبقى خايف، باش الشعب المغربي ما يخرجش للشارع. ولكن هذا الشيء راه خطا. لان دابا كنتمنى ان مثلا الناس ديال الجراده انهم يكملوا المسيره ديال حراك الريف، وكنتمنى ان الناس ديال حراك الريف انهم يخرجوا، وكنتمنى الشعب المغربي كله يخرج. لانه من حقك النظام ما بقاش خادم للشعب المغربي. النظام اللي كيحكم المغرب دابا انتم كتشوفوا مثلا الاوضاع كيفاش دايره في المغرب. كنشوفوا الفقر، كنشوفوا الزياده في المواد الغذائيه، وكنشوفوا اخنوش دخل 800 مليون ارباح في مده سنه. يلا تصوروا مثلا الوضعيه اللي كيعيشها المغرب، تصوروا مثلا الوضعيه اللي كيعيشها الانسان المغربي، الوضعيه اللي كيعيشها المواطن المغربي، وكيجي واحد الشخص اللي كيدخل 800 مليون ارباح. يعني منين؟ يعني كيفاش دار ليها؟ راه هنا مثلا خصنا نقولوا مثلا هذوك الناس مثلا كيمشيو تيقلبوا داك جطو ديك المحاسن، خمسوا يمشيو يديروا تحقيق مع هاد الناس هادو، من كيجيبوا هاد الارباح هذه، من كيجيبوها اللي كل عام كتزاد الارباح ديالهم كل عام كل عام. خصهم يمشيو يحقوا مع الابناك، مع الشركات الكبار، مع هذه. لانهم لانهم كيربحوا بطرق غير مشروعه، لانهم ربما كيزيدوا على الناس في المصاريف، ربما كيزيدوا على الناس مثلا كيزيدوا على الناس في شي حاجه. يعني الناس كيخلصوا شي حوايج اللي ما كيعرفوهاش. وهذا هو المشكل اللي كاين في المغاربه. لان بزاف د المغاربه مساكن كيمشي كيشري حاجه تيخلص، تيقول يخلص واحد الثمن، تيخلص، ولكن ما تيعرفش شنو تيخلص، واش شنو هي الضريبه، واش الثمن الحقيقي ديال ديال هذاك المنتوج اللي شرا. يعني بزاف ديال الخلط كاين في الشعب المغربي يعني من السمين. ولكن الموضوع ديالي ماشي هو هذا، الموضوع ديالي هو الزفزافي والقانون المغربي. لان كنقول هنا القانون المغربي يعني زباله. يعني صافي القانون المغربي، المغاربه كلهم، ماشي غير المغاربه، العالم كله كيعرف ان المغرب ما فيش قضاء، وكيعرف ان القضاء في يد القصر، ان القضاء في يد المخابرات، وان القضاء تحركه المخابرات والقصر. يعني ما يمكنش مثلا القاضي غادي يكون عادل في المغرب، لا يمكن ابدا. لانهم قبل ما تيوظفوه تيعطوه مثلا تتجيبوا المخابرات كتقول لي فوالا انت راك قاضي، ولكن راه تخدم لينا حنايا، والا ما خدمتيش لينا راه حنا مصورين لك فيديو في خيانه زوجيه، راك كتخون مراتك مع شي واحد، ولا مثلا انت مثلا مصورينك عريان في شي سميتو، ولا شي خيانه، ولا شي لعب بحال هكا. القاضي ما كيشوف حتى يعيا تيقول او واش انا نمشي نتشوه على الزفزافي، اللهم نحرق الزفزافي ولا نحرق راسك. هذا الشيء باش غادي القانون في المغرب. هذا الشيء باش مثلا القضاة في المغرب تيحكموا، خاصه القضاة اللي تيدخلوا في هاد الاحكام الخاصه مثلا بالناس اللي كيكونوا ضد النظام، والمعارضين والمناضلين وسميتو. لان كنجيبوا لهم ناس اللي خصنا نكونوا ثايقين فيهم انهم غادي يكونوا بجانب النظام. باش غتكون جانب النظام خصنا نكونوا شادين عليك شي حاجه، خصنا شادين لك فيديو مصورينك مثلا في شي جريمه جنسيه، ولا مصورينك مثلا في شي جريمه ماليه، ولا المهم خصنا مثلا الا خرجنا داك مثلا الفيديو، الا خرجنا حطينا داك الفيديو للنت، يعني راه الصوره ديالك غادي تفضل تنتحر وما تبقاش عايش وما تشوفش هذاك الفيديو. هذا الشيء اللي كيديروا لهم. فوالا هذا الشيء اللي بغيت نقول للاخوه والاخوات. يعني الى فيديو اخر، يلا السلام عليكم.